اما اليميش النهارده فهو من نصيب دينا الشربيني. دينا الشربيني انا دايما بقول انها من اشطر ممثلات جيلها لانها متنوعه وكمان بتعرف تختار ادوار، ولكن عندي عليك عتاب، مين سمح لك ان انت تعملي قصه حياتي مسلسل؟ بالظبط المأساة اللي انا فيها. بجد المسلسل حلو قوي، يا رب يكسر الدنيا وضحكنا كلنا والولاد. ايه يا ماما ده؟ ايه ده انت قوي. بحترم الاعمال اللي من النوع ده اللي دايما ما فيهاش الفاظ، فيها حاجات نقدر كلنا نقعد نتفرج عليها، ولكن ما فيش لوك اوحش من كده، لان اللوك خاضتني. يعني حتى مش ظابطين ان هو شعره طويل شعره قصير، في الحالتين انا مفزوعه. يعني حاسه اللي هو في ايه يا جماعه، ما تروقوا كده. أما بسيطة نروح لسر الباتع اللي ما كانش فيها موسيقى تصويرية جديدة، لأن الموسيقى اللي انتوا هتسمعوها دي كانت في جزيرة غمام، وحتى الرئيس عمر حرب بتاعت خالد يوسف نفسه. في حاجة عايزة أقول لكم عليها، في نوعية مسلسلات هتتعرض طبعا انتوا مش محتاجين أقول لكم هي إيه، على قدر الإمكان نحاول نخلي أولادنا ما يتفرجوش عليها، يقلدوها، العريان والمطاوي والألفاظ والحاجات والسجاير والحاجات دي. يا ريت ما نخليش ولادنا يتفرجوا عليها لانها بيقلدوها وبيتاثروا بيها. اشوفكم بكره، ويا مش يا مفيش.